نرجع للسياسه، نخش في السياسه. انت رصدت ايه من اكيد شفت طبعا حركه 6 ابريل والجبهه المصريه من اجل التغيير والناس اللي بتتلم على الانترنت او تتفق على ميعاد مظاهره مثلا او لتأييد شخص معين دكتور محمد برادي او غيره. حسينا انه الاحزاب القائمه في البلاد ما استفادتش من موقع فيسبوك زي غير المنظمين في احزاب شرعيه، ده على مستوى السياسه. تبريرك ايه؟ الاحزاب دي لما ما تفاعلتش مع التكنولوجيا الحديثه تحولت الى اشباحا من الماضي فعلا، لان هو كل اللي بيعمله انه بيطلع كده يعني من وجهه نظري طلع جريده وكانت على ايامه الجريده دي بتتقري وكان فيها معارضه شديده جدا، وكانت كلمه معارضه جديده علينا ان في مساحه من الحريات وانك تقول اللي انت عايزه من غير ما تتسجن، دي كانت كلمه ومصطلح جديد. دلوقتي انت عندك ما دخلوش في الشبكه الالكترونيه كما ينبغي، ما تفاعلوش كما ينبغي، فظهر لهم. طب ليه ما دخلوش وما تفاعلوش؟ يعني ليه غيرهم تداخل وتفاعل؟ يعني ما قد يكون بعض القائمين على الاحزاب مثلا مش مؤهل تكنولوجيا انه يفهم حاجه زي كده او ان هو اصل مش لازم السيد رئيس الحزب يقعد يعني على فيسبوك، يعني يجيب شباب ومن اعضاء الجدد اديك بتقول حاجه دلوقتي قد تكون احدى الكبائر في مصر، انك هل هتسمح انك تجيب شباب يساعدوك في قانون، يساعدوك في انتي فيروس، يساعدوك في حزب؟ هل يعني انا شايفها بالنسبه لبعض الناس بيعتبروها من الكبائر ان هو يتنازل عن كرسيه، رغم ان ده هيزود من شعبيته، هيعمل له شعبيه حقيقيه. ثاني حاجه، ليه الناس راحت للفيسبوك؟ لان بقى في تفاعل، اولا بقى في قوه توصيل. النهارده انا بقول معلومه، حركه من الحركات مثلا، انا بقول معلومه، المعلومه دي متاكد انها هتوصل، بعدين بدي خبر بلاقي في ناس بترد عليا، وبعدين واحد تاني يرد على اللي بيرد، فتلاقي في نوع من الاثراء الفكري في المحتوى اللي بيطلع عن موضوع من المواضيع. في حمله الرئيس الامريكي باراك اوباما مثلا، وفي الانتخابات الايرانيه الاخيره، لعب موقع فيسبوك دور كبير جدا، وتويتر وغيره، يعني بعض المواقع الالكترونيه، يعني التكنولوجيا الحديثه لعبت ادوار مهمه جدا في الحملات الانتخابيه. حتى الان مش شايفين انه السياسه في مصر تدار الكترونيا بالشكل المناسب او الشكل اللي المفروض انها تدار بيه. وده اللي احنا بنطالب بيه. خلي بالك كمان في موضوع اوباما تكلفه الحمله نزلت للنص مثلا، يعني بقت اونلاين، والشباب بقى في ناس بتعمل حاجات لوحدها، انك تقدر توصل لعدد اكبر او عدد كبير جدا بتكلفه اقل. والشباب او الناس اللي كانت داخله في الحمله كانت بتتفاعل، يعني هم قالوا له يا اوباما احنا عاملين لقاء في احدى الولايات، تعالى شوف احنا عاملين معاك ايه، فابتدى هو يتفاعل مع الناس اللي بتتفاعل معاه. انت هنا بتطلب من السياسي المصري ان هو يكون مؤهل تكنولوجيا بدرجه 100%. ما هو كل طبعا سياسي وكل واحد كبير دلوقتي بيعرف يشغل ريموت كنترول ويشغل الموبايل ويخش على الايميل، بس انت عايزه بدرجه 100% يكون مؤهل انه يعرف يدي برنامج بتاعه اونلاين، ما يقعدش يمسك الميكروفون ويزعق فالناس تسقف له. طب انا عايز اعرف حزب الوفد ما يعملش كده ليه؟ حزب التجمع ما يعملش كده ليه؟ يعني ايه القصه؟ يعني ايه المعوقات؟ ده لابتوب، جهاز كمبيوتر، ولد من خريجي المدارس الاجنبيه عشان يبقى عنده لغه، عشان يعرف يستخدم اللغه اللي هي سميتها ايه؟ انجليزي، العرب جليزي، عرب جليزي، اللي هي يستخدم العرب جليزي. يعني مش محتاجه استثمارات عاليه ولا محتاجه نفقات خالص، محتاجه فكر. انت شايف يعني في واحد زي اشرف السعد مثلا في لندن بموبايل اشتراه، عمل قناه ليه هو، ويقول يا جماعه انا مش مظلوم وانا مش غلطان قصدي وانا مظلوم، وابتدى يعمل لقاء يومي وحوار بينه وبين الناس، ما كلفوش حاجه، موبايل وابلود على اليوتيوب. فانت يعني احنا بنقعد نسال طب انتوا ناقصكم ايه؟ ترجع في النهايه تقول يمكن ناقصهم ان هم الفكر ده لازم يتحور ويتطور. هرجع تاني اقول لك اين قدرتك على استيعاب المتغيرات؟ وممكن هو شاف يعني المستقبل شكله عامل ازاي؟ مستقبل العمل السياسي انت شايف انه حتى في العالم العربي، يعني غير اوروبا والدول المتقدمه، لازم هيكون للتقنيات الحديثه دور في السياسه؟ هتبقى هي الاساس، وبعدين مساحه الحريه هتزيد جدا. انا هقول لك هي خارج السيطره، مساحه الحريه تبقى جامده. اذا لم تكن تستطيع ان تتعامل مع التقنيات الحديثه فمكانك هو متاحف التاريخ. هتصدق نفسك انك عامل حزب وهتروح فيه مقر وهتقعد فيه لوحدك، انما وجودك بقى وجماهيريتك وشعبيتك لا وجود لها، لن يكون لها وجود اذا لم تتكلم بنفس اللغه. ما ينفعش اروح الصين واتكلم عربي، هروح الصين اتكلم صيني، هخش على طب ما هنا برضه هيثور سؤال يا دكتور جمال، وهو انه يعني المظاهرات بيبقى الهدف منها ايه؟ هو انك تعبر عن رايك او توصل صوتك لمسؤول او جهه، ما انك تعلن موقف يعني وتؤكد تمسكك بمبدا ما. طب ما ده
ليه الناس لسه مصره على انها تنزل مظاهرات مثلا يعني، رغم انه ممكن يعمل ده على الانترنت، ممكن يعمله على فيسبوك، ان كل الناس اللي نزلوا المظاهره دول بدل الزحمه ووجع القلب والحر بقى والمرور، فيعلنوا موقفهم على الفيسبوك. خليني اقول لك هل كل المظاهرات بريئه في اغراضها؟ هل في مظاهرات ما بتتفقش مع قناه من القنوات الفضائيه؟ احنا هنعمل مظاهره هنا و15 واحد يقف والكاميرا تاخد لو كلوز انجل ويطلع يقول لك ان في مظاهره كبيره حصلت، وده بنشوفه كتير. ف يعني في مظاهرات كتيره غير بريئه في هدفها طلعت عشان مظاهرات تلفزيونيه ليس اكتر، ويبقى عايز يتضرب وعايز يتعور ويخش وهو اللي يهاجم البوليس عشان يتعور ويقول لك شفت حصل ايه، البوليس عمل فينا ايه. فطبعا انت اعتراضك على الانترنت مهم، فانت هنا بتقول رايك وبتعترض وبتشجب. يمكن الناس بتعمل مظاهره بتحس ان اللي بتعمله اونلاين ما بيجيبش نتيجه، بترد عليك ناس كتير قوي، بيحصل فيه شعبيه جامده جدا، بس هل مسؤول من المسؤولين دخل وعمل حاجه زي كده؟ هل شفنا جروب لاحد الوزارات الكبيره على الفيسبوك؟ هل شفنا تفاعل من مسؤول كبير مع الشباب اللي على الفيسبوك او مع الناس كلها اللي على الانترنت؟ ما هو لما ما بيتفاعلش معاك، فانت بتقول خلاص انا هطلع بقى للاسلوب القديم اللي هو عارفه، انك بتعترض فبتعمل اعتصام مثلا او تعمل مظاهره، تقف عند مجلس الشعب بالبطاطين وتنام فالناس بتفوق. هل مجلس الشعب بيتفاعل مع الفيسبوك بنفس الطريقه اللي بيحصل مع مجلس النواب في احد الدول الاخرى زي اوروبا والدول المتقدمه؟ هل الناس دي يعني هل كله عمر؟ انا حاسس كده ان انت شايف انه يعني موقع فيسبوك وباقي المواقع المشابهه والتطورات اللي ممكن تحصل مع المستقبل هتاثر على مدى الاقبال على باقي وسائل الاعلام او الوسائط الاعلاميه، على التلفزيون وعلى الصحف. انت دلوقتي الراديو تغير، بقى في راديو اونلاين، بقى في حاجه اسمها ويب كاست اللي هي بذيع القنوات الفضائيه بتاعتي عن طريق الانترنت، بقى في اعلانات بتجيب ترافيك عالي وتجيب جمهور عالي جدا على جوجل، والمعلن يقول لك انا مش هعلن في التلفزيون، ما انا الناس اهي اونلاين، ما هي الناس موجوده على الفيسبوك، ما انا هخش لها على الفيسبوك. هي الناس بقى كلها اونلاين، يعني ليه الناس دلوقتي بقت تحب انها تعلن اونلاين، يعني على مواقع شبكه الانترنت تعلن عن مواقفها على شبكه الانترنت، وتطرح البوماتها بالنسبه للمطربين، وتطرح اعلاناتها عن افلام سينمائيه، وتطرح مواقفها السياسيه على شبكه الانترنت. هي الناس او الاذاعه، يعني الاذاعه غريبه ان انا هفتح كمبيوتر عشان اقعد اسمع اذاعه. الناس كلها بقت اونلاين، قاعده على جهاز الكمبيوتر، يعني مش شرط انه قاعد حاطط وشه على الشاشه، بس انت ضامن كلمه ريتش، في الانجليزي يقول لك ريتش، هيوصل ولا لا؟ هيوصل. وبعدين مع الريتش في فريكونسي، كثافه. انت دلوقتي الانترنت حققت لك الريتش والكثافه باقل التكاليف الممكنه. ممكن تعمل حمله يوميا ب $100 في اليوم. انت على طول متشاف على الفيسبوك، ما عادش فيه خصوصيه قوي، خصوصا انك بنفسك باختيارك رايح وتطرح كل حاجه عنك. وحتى لو انت مش عايز تطرح كل حاجه عنك، خليك حذر برضه، في حد تاني ممكن يتسلل كده ويعرف عنك كل حاجه، وربنا يستر بقى. وقال خبير الشبكات الالكترونيه الدكتور جمال مختار كلامه معانا النهارده كان كلام جميل، كلام معقول، اكيد كان كلام مسؤول. تاني خلي بالكم، خلص الكلام، سلام، التقي في الحلقه المقبله. نورت يا دكتور جمال. نورك يا باشا. اهلا يا دكتور جمال، اهلا بيك، اهلا بيك، نورنا. اتفضل شويه شاتنج كده على السريع في البرنامج، اتفضل. تخضني كده مش عارف اتكلم. ما انا بحب اخض في الاول. طب يا جماعه يا عادل هات التصل الخض، الدكتور جمال اتخض يلا. يعني اتكلم شويه؟ يعني ادينا شويه تيست. طيب تيست اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما انتوا بتتكلموا كلكم، مش عملت اعلانات يا دكتور جمال انت؟ في التسعينات. في التسعينات عملت اعلانات ايه؟ انا عملت في شركه الاعلانات بتاعتي، مش ان انا صورت كاميرا. هو عمل كان عنده شركه. عمل ايه اكتر التعبيرات بقى المنتشره دلوقتي على الفيسبوك؟ الفاكسان والفاكس. لا ما تقول لي المعنى. تقول الفاكسان اللي هو يعني اي كلام يعني. والفاكس ما هي برضو اللي هو الخروجه دي اللي هو اي كلام قوي يعني. وايه تاني؟ والسيس ده اللي هو الشباب السيس بقى، اللي هو اي كلام، اللي هو خفيف كده، مش الخفيف ده اللي هو بتاع الفرافي بتاع زمان.